نمشي دوم بزود وندوس التراب، نمشي دوم بزود وندوس التراب، ودوم نقعد جوض الناموسنا. احنا ما نعرف نعيش بلا حياة، يخسى والله العار فنا يدوسنا. احنا علمنا وطننا اسم العراق، وما تخاذلنا ابد بدروسنا. نموت من الجوع ما عدنا اعتراض، لا نجد ولا نذل نفوسنا. جرود نلبس من يمر علينا عوز، العذر للش ما تشح فلوسنا. حيل نفرح من يصافحنا الشريف، وش كبر هالناس من تبوسنا. لو نشيل الروس من نمشي لفوق، لو نموت وما ندنق روسنا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج فيض المشاعر، حلقة إذاعية وحلقة تلفزيونية خاصة للشاعر الكبير الأستاذ محسن الخياط. حياك الله أستاذ محسن. أهلا وسهلا ومرحبا، هلا بك، يا هلا بك، هلا مرحبا. أحبتي المشاهدين، هذه الحلقة خاصة واستثنائية لمدرسة من مدارس الشعر الشعبي العراقي، وهو الشاعر الكبير الأستاذ محسن الخياط. مجددا أهلا وسهلا بك أستاذ محسن. أهلا وسهلا بك، هلا مرحبا. والحمد لله على السلامة على العملية اللي أجريتها قبل أيام. أشكرك طبعا احنا باسم برنامجنا وباسم الشعراء الشعبيين في محافظة المثنى وباسم جمعية الشعراء الشعبيين نتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور فريد عبد الحسن أخصائي العيون في مستشفى الحسين التعليمي لإنجاز العملية بنجاح ولدعمه المتواصل إلى شاعرنا الكبير الأستاذ محسن الخياط. أشكرك رحمة الله والديك. نعم أستاذ محسن، عندنا سؤال هنا. تفضل. سؤالنا الأول يقول: كيف كانت بدايات الشاعر محسن الخياط، ومن أين بدأت محطة الانطلاق، ومتى بدأت بكتابة الشعر تحديدا في أي عام، ومن قدم لك المساعدة حينها؟ والله بالنسبة لنا نحكي على البدايات. بدايات بذاك الوقت بالستينات ما متوفرة، يعني مثلا كتب بالمكاتب او شعراء موجودين، حتى انا ما لي علاقه يعني هوايه. نعم. بالستينات. نعم. فاعتمدت بالبدايه، انا اعتمدت شني على كتب قديمه. نعم. يعني اول كتاب اذكر اعتمدت عليه كتاب ديوان عبود الكرخي. اخذ من المكتبه اقراه. نعم. واول ما شفت الاشياء اللي عندي انا، يعني شلون اكتشفت نفسي انا اقدر يعني اكتب او اقدر هذه، من احفظ قصيده من هذا الديوان العبود الكرخي انا. ولو فرضنا نسيت بيت اكمله انا، اسويه اكمله. فاكتشفت انه انا اقدر. بعدين يعني ايش قمت اسوي؟ اخذ بدايه الى واكملها انا. بعدين قلت انا فليش اخذ البدايه واكملها؟ دخل ابدي انا، وهكذا يعني. فبالبدايه اعتمدت على الديوان هذا، يعني ما اعتمدت انا، بداياتي ما التقيت باي شاعر، يعني لا بالسماوه لا بالمثنى ولا بغيرها. ما التقيت يعني. السبب استاذ محسن؟ السبب ما لا يعني هذا الحكي احكي لك انا بالستينات، بعد انا ما عندي معرفه بهم، يعني ما عندي. فبداياتي هاي. بلي استاذ محسن، نسمع قصيده من اختيارك. اي اهلا وسهلا. بسيطه اي، والمشاهدين بسيطه متعطشين الى الشاعر محسن. اشكرك. بسيطه هاي، نسمع قصائد ان شاء الله. قصائد هوايه ان شاء الله. طبعا انا بالمناسبه ما استعمل ورقه ابدا. ورقه ما استعمل، ما هذه. اي فالقصيده من اي على الحفظ، وسريع الحفظ هوايه. نعم. انا هسه سريع البديهيه هسه وبعد. نعم. اي ورقه ما استعمل، لانه بالورقه حتى تقريبا بالورقه ما اعرف اقرا بها يعني. نعم. ما اعرف والله، ما اعرف اقرا بالورقه. التقينا قبل هم طرحت موضوع الورقه، قلت اذا انا صاعد على منصه واقرا في مهرجان او في امسيه وانطفت الكهرباء مثلا مثلا يعني نعم. يعني مثلا اقول انا ما جايب الورقه، لو ما ادري شنو، لو في شيء، او مثلا انطفى الكهرباء او هذه. فهاي كلها يعني انا ادواتي جاهزه وياي في اي مكان في اي زمن. جميل. راسا احكي يعني ما يراد لي انه انا ورقه او ضوء
او فد شيء وهاي لا ما حاجه ذني اي بل افضل شيء أي. الشاعر يكون أي. حافظ شعره وحافظ. وهي الورقه ما ارتاح لها انا. نعم. ما ارتاح لانه انا هسه من احكيها القصيده بدون ورقه اقدر اتصرف بيها شلون احكيها، اما بالورقه اظل متابع الورقه. نعم. يعني ما متابع القصيده. اي نبدي بقصيده الشوق الغريب. نبدي بيها هاي القعده الحلوه. الله يحفظك بوجودك منورنا. اشكرك غاتي، اشكرك محمد. نعم. الشوق الغريب. أنا شوق الغريب القرب ولاح، أنا حصلت هذاك الأيس وراح، تعنيت اللي يخوف كلمة سلاح، أنا لعني الشماتة بوجعة ترتاح، أنا الكل ما تحصده يرد سباح، ذهب بيجيك حلوة وبدر بطاح، هو عليبي على روح الشكر فاح، يعني مضيعين عمره هنايا لوكاح، أجر بالليل كان مجرار ملاح، يطلع على بعد ما باقي تلقاه، يا فيضة وبحضنها خيال قداح، يا سلطان الحبال الفارش جناح، يا ماي الدلع صدره وطفطف مساح، رهم عشقك علي رهام متاح، وانا وهمي عرايا اثنين بوشاح، قصت روحي على جرحي ولحة الحاح، خذني بطيبتك شارع مصطاح، تحت بي ومرام بياك ترداح، اجر وحده على وحده ميبر نياح، نمت وقفه شقف علت من صفاح، تهت والضيفون طلعوا شباح، اداور بالمراجي وجيش ما صاح، علت هامة الخوره ولاكم الواح، يا هد تحلب بروحي من الهمناح، هلب ويدوخ بي قباض الارواح، انا المامش وراها الناس تشاح. على روعة قصائدك ومفرداتك. أشكرك. جميل ورائع في كل زمان وفي كل مكان. أشكرك. محسن ننتقل إلى سؤال ثاني. تفضل. نرى طابع قصائدك يحمل الألم في أغلب كتاباتك ونراها مليئة بالحزن، ما هو السبب في ذلك؟ والله هو الشاعر يعني منين يجيب القضايا؟ يجيب قضايا من المحيط ماله ويجيب قضايا من دواخله. نعم. فدواخله إذا كان هو يعني مرتاح يمكن يحكي للراحة ويحكي للفرح، ويمكن إذا ما مرتاح يحكي على الحزن. هو النفسية يعني هو يعبر عن دواخله. نعم. إيه، فما يصير أنا أعبر عن شيء ما موجود عندي. نعم. يعني أنا إذا أريد أجيب قصيدة على الفرح ولا هاي ما موجودة عندي أنا. نعم. يعني أجيبها يعني مو من واقعي. إيه، فأنا أعبر عن مشكلتي. يعني أنا اللي أحس بيها اللي أدور بيها اللي هي تخليني أكتب القصيدة. نعم. إيه، هذا القصد يعني. نعم. إيه، طبعا إذا أكو ناس يعني يريد يكتب هو مثلا كتابات أخرى لا بأس، هو يعبر عن دواخله. نعم. إيه، فيختلف عني يعني. أستاذ محسن، أنت يعني القصائد اللي تكتبها الموضوع اللي طرحه عن خيال وعن واقع؟ عن واقع. أنت تكتب مرات عن خيال مثلا؟ عن خيال ما يجي عندي، عن خيال ما اتناول هذا الموضوع. احكي على الواقع، يعني كل قصايدي لازم اكو الها فت حدث، ما يصير اجت منين اجت هاي. نعم. ما يمكن يعني. اكو الكثير من الشعراء انا اقصد يكتبون عن خيال، عن قصه. اي اكو شخص معين مثلا لشاعر، مثلا شاعر شاعر يقول انا صارت ويا هاي القصه وصار عندي هذا الموضوع وتألمت، فالشاعر يكتب عن هذا الشخص اللي هذا القصيد. شوف فهمت قصدك. يعني لما واحد يريد يحكي عن موضوع اليف، انا موضوعي باء، اجيب مالات موضوعي انا ادخلهن بمالاته. اي ايش اسوي حتى ارضيه وارضي نفسي. نعم. اجيب انا العدي القضايا اللي خاصه هي ادخلها في شغلاته. نعم. فهو بالنسبه له راضي يعني في الشغله في الخدمه، بس انا قصدي شنو قصدي هن يعني مالاتي هن يعني اكيد الجروح الاساسيه هي الي. نعم. مو موضوعه. نعم. مو موضوع انا مخليه هيك، مخليه يعني موضوع شكلي. اي هذا القصد يعني. استاذ محسن، اغلب قصائدك هي مشهوره واغلب قصائدك ناقلتها الناس وحفظوها، بس اطلب منك قصيده اذا تحضرك، قصيدتي لوح خيال الصبح يا رتلاح ويحكم الحاد على بسيطه. اي قصيده الطباع شد فيها.
هاي القصيدة هاي نسميها احنا قافيتين، هاي مرات تقيد انا بالوزن بالقافية حسب ما تجي القصيدة. يلوح خيال الصبح يا ريت ناح، ويحكم الحاد على خيله ونوقه، ياك حيله يشوف سبقة بالرواح، وياك حيل العودة مسبوقه. انا شوقي اللي يتعب وما يستراح، وشمعة ظلت للصبح معلوقه، وشوقي لو يمطر على البر بالسفاح، ينبع بين النخل وعثوقه. الزهد والبرح خذ نفس اللقاح، لكن ايش قد الفرق بعثوقه. يا حسافة العاجرة بنص المراح، والمضر على الذبح مشبوقه، والحظى بغرنوق وشلوح اللواح، عزل الشلوح وقصب غرنوقه. النار هزت بالجدر والفوق فاح، وروحه قامت لك وهي محروقه. طيني احمر وانت طينك بيه ملاح، وخلني اشوف اللي احد يقلبه. استاذ محسن، سؤال اخر تفضل. يقول: لماذا انت مقل في كتابه الدارمي والعبوديه الا ما ندر في بعض الاحيان، وتعتمد على كتابه القصيده؟ والله الدارمي والعبوديه، شوف هذا السؤال بشقين. اول شيء العبوديه تعتمد على الجناس. الجناس هذا موجود، يعني تكررت الناس هوايه، يعني عمليه اشترار. يعني اللي يكتب العبوديه هسه ياخذ اي ديوان من السوق، ياخذ من عده جناس. يعني الجناس هم تعبان عليه ذول الناس، اكيد هم تعبان، ياخذه ويجيب عليه. فلما ياخذه ويصير ويجيب عليه، تصير تقريبا يعني القصيده يعني نص الى نص مو الى، ايش تسميها ما ادري. يعني نقدر نقول ما جايب شيء جديد. لا، هو يجيب شيء جديد من خلال نص البيت والزخرفه اللي راح يجيبها. بس الجناس من يتكرر في التكرار ماله، هاي عمليه الاشترار، هاي هنا المشكله. نعم. يعني الجناس من اللي نجيبه احنا ونكتب عليه. هسه مثلا انا جبت لي فد كلمه تنطي 3 معاني، اكو واحد بالكوت هم جايبه، واحد بالناصريه هم جايبه، واحد بالديوانيه يعني هم جايبه في نفس الشيء. فهذا شويه هاي المسائل هاي تخليني ما كتبه. هذا بالنسبه للعبوديه. الدارمي قصير، يعني البيت عندني قصيره، فما ممكن يعني الفكره اللي عندك ان تضغطها خلال بيتين قصيرات. ما ممكن، يعني انت راح تجيب جزء من المشكله، مو كلها، يعني مو شامله، مو كلها، تجيب جزء من المشكله من خلال ذني البيتين بس. اما شنو هي المشكله وين صارت وشنو الحل ماكو بيه. ما يتناول البيت. يعني انت اخذ اي بيت دارمي هسه يتناول لك مشكله صغيره، يعني عالجها بس، يعني عالج المشكله هذه. حتى انا مره قلت على الكتابه هاي القليله، يعني انه الجمال وين يوضح؟ الجمال يوضح بالمساحه. كل ما تكبر المساحه الجمال يبين، كل ما تقل المساحه يعني الجمال يقل. هسه انت من تطلب مثلا بالسوق، الطب سوق الاقمشه نفرض، سوق الاقمشه احسن مثال هذا اضرب لك اياه. سوق الاقمشه تريد تاخذ بدله انت هسه من احد المخازن، يعني ينطيك قماش صغير هيك، قماش ما ادري شو يسموهم، هيك قماش يعني راوك اياه. هذا جزء هيك مخليه هو عينه يراوك اياه. شوفه هذا من تشوفه انت ما تفهمه هسه النقشه مالته، ما تفهمها. لكن بعض اهل المخازن، يعني نحن دول اللي يبيعون يعني الاقمشه، في رغبك عليه شو يسوي؟ ينزل طول يسموه طول، هذا الطول ينزله يفتحه فد 4 امتار 5. من يفتح 4 امتار 5 هسه النقشه تختلف عندك عن هاي الصغيره. اكيد تختلف. شفت هاي النقشه؟ شو النقشه حلوه هاي الصغيره هي الدارمي، وهاي القصيده. الله على هذا الطرح وهذا هاي الدارمي. ما فهمت اللي ما فهمت انت شو نقشتها هاي القصيده. شوف فتح لك اياها كذا
شفت شلون طوله شلون نقشته، هذا القصد يعني بيه. ولا انا مو ضده يعني حتى مرات تصير قاعده يقولوا لي جيب لنا بيت، اجيب بيت يعني مو مشكله يعني، هذا علي انا مو صعب علي انا هذا. نعم. ايه استاذ محسن، نذهب الى فاصل احبتي المشاهدين والمستمعين، انتظرونا والشاعر الكبير المدرسه السماويه الشاعر محسن الخياط بعد الفاصل راجع لكم. لو نفرض قنعنا نقسم القاع 6 أجزاء 5، نفرض 2، بما ان الحسين الكل الاطياف، يعني شلون هم من قسم الحسين؟ لو نفرض قنعنا نقسم القاع 6 أجزاء 5، نفرض 2، بما ان الحسين الكل الاطياف، يعني شلون هم من قسم الحسين؟ ويا حلق الطائفيه تكتر بعيد، خلص زادنا وشلنا المواعين، اشتغل وحسين صاير للوطن سور، الك خبزه بوطن ناطوره الحسين. ومدام بهالوطن موجود الحسين، اذا عباس عدنا وعدنا تشفين، ومو بغداد زينب، عدنا بغداد زينب واللي يحيطنها الصواوين، اذا ينمس خدرها نزعزع الكون، على حبها نفوق عابس بالسوادين. ولأن واحد وطننا تحزده الاوطان، الواحد ما تقسمه ويطلع 2، واحد بس تشوفه بساعة العوز خبز يتشظى بحلوق المساكين. أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم مرة أخرى، والشاعر الكبير الأستاذ محسن الخياط، علما أن هذه الحلقة تبث الآن على الراديو وعلى التلفزيون. أستاذ محسن، بعد السؤال نحب نسمع قصيدة من اختيارك، لأن كل قصائدك تحير كلها جميلة، فما نقدر نختار قصيدة معينة. أشكرك، نخلي الاختيار لك. أشكرك. نعم. قصيدة تعال الحق، تعال اليوم ما طولك نبع أزرق، وخذ لك شمعة توصل بيك، خاف يفوتك المفرق. الوقت عبرة وخسر هرتية، وبنادم عليه يزلق، وصبغ راس الوقت فرحان، كان بجيتك يطلق. يا طور التعب المطبق، يا طليع الشويت شبيك ما تنشق. تعال الحق، تعال الحق على عمري، الرقد مدري ايش كثر منه وبقى معلق، وانا صبري جرد جلجيت، شقيته وتشق ردود فدوى يروح خلي ينشق. انا قلبي سكر محروق طاح بقصب بكالي، ولما بكاغد مشقق، جيتك ساجه بلا ماي بتراب الدفن نغرق، وانا اضحك عالدفن وراح ارد ردود ما صدق. تعال الحق محط الماء يمر الريل، تهدم روحها وتسحق. تعال الحق، تعال اليوم ما طولك لما عزك. هذه القصائد الرائعة. أستاذ محسن، هنا عندنا سؤال. أنت شاعر كبير وتعتبر مدرسة من مدارس الشعر الشعبي العراقي، ولك خبرة بما يقارب 5 عقود من الزمن. ماذا يقدم من نصيحة الشاعر محسن الخياط للشعراء الشعبيين الواعدين الجدد، الشعراء اللي هم بحاجة إلى نصيحة الشاعر محسن الخياط، الشعراء اللي هم بحاجة إلى رسم خارطة الطريق، شو تقول لهم؟ والله بالنسبة على الشعراء الجدد اللي يعني يكتبون هسه بالوقت الحاضر والناشئين، أنا أوجههم بالنسبة لي بنقطتين. النقطة الأولى أن يلتزم بالقصيدة من ناحية الشكل والمضمون، لا يكون الشكل يعني جيد والمضمون رديء. هذه مو مقبولة، أو بالعكس هم مو مقبولة. لا يكون يعني المضمون مالها يعني مو جيد والشكل مالها جيد، لا أن يوافق بين يعني في شكلها ومضمونها. توازن يعني. هذه أول شيء ما تخص القصيدة. وتخص النقطة الثانية تخص هو سلوكه، عليه إذا كتب أن يكتب باتجاه واحد إلى نهاية يعني حياته، يعني لا يكون هو متلون حسب الظروف أو حسب الكذا أو حسب، لا، أن يتخذ موقف معين إله.
هو يعني هو شنو من يا نوع، هو يكتب على هالكتابه او على الوتيره هاي، يعني حتى تفهم الناس، لانه قسم من الشعراء هوايه تلقيه مره مادح اليف من الناس بعدين ذام اليف من الناس، فاحنا ما نفهم هسه هو شنو هذا، يعني اجى مدح اليف في قصيده ما يخالف، هذا احنا ما نعترض عليه ولا نقول له ليش، ما هو يجوز يعني ادى في رايه هذا الشخصيه اليف تستحق الاحترام، في راي ما نعترض عليه، بس تجي فتره يذمه، يعني يكون متلون. اي هنا المشكله يعني بدل الراي اي هنا. نعم. فهذه مو حلوه. أكيد. يعني هو لازم ان يتخذ خط له، يتخذ مبدا خاص، مبدا يعني يمشي عليه، يعني لان الانسان وجهه يكون ما يتبدل. اكيد. يعني هو نفسه، هو مثلا خلي يكتب الاليف الى باء الى جيم، يكتب مسائل السياسيه، مسائل تخصه هو، احنا ما نقول له ليش، بس نقول له ليش اذا كان كتب اشياء مغيره الى هاي القصد يعني يكون على منهج واضح، على منهج واحد نعم. منهج واضح هذا. حتى استاذ محسن التقيت بك صحفيا قلت لي سؤال جميل، قلت لي انا احترم الشاعر حتى لو كان بحثيا لحد الان. اذا بقى على مبادئه، اول شيء نحترمه شجاعته، هذا ما تبدل، هذا ما ينكر. نعم. احنا صحيح نعتبره هو على خطأ، بس كشجاع مو متلون. نعم. مو ما تلون، ما اجى بغير شكل يعني. نعم. يعني الضغط عليه ما بدله. نعم. هو المفروض الانسان من ينضغط عليه ما يتبدل، لا من ينضغط عليه يزود قوه. نعم. الانسان هسه في ظروفه، حتى في ظروفه يعني المعاشيه هاي الاقتصاديه، كل ما الوقت يصير مو زين وياه المفروض يصير اقوى. هو أكيد. اقوى يصير حتى يجابه الموقف. نعم. ان ما يضعف يعني. نعم. هذا القصد. استاذ محسن نسمع قصيده، احنا أي. الاسئله كثيره وانت يعني فرصه اللقاء بك صعبه، فاحنا ما نخلي الاسئله، نسمع قصائد. اهلا وسهلا بك. اسمع قصيده. قصيدة حلم. حلم كلك حلم بالليل، نص الليل شوباشة وقف عمري، حلم كلك حلم نص الليل شوباشة وعشق عمري وقف، قوة على حيله وضاع مقياشة، حلم كلك حلم بالليل نص الليل، حلم كلك حلم بالليل نص الليل وعشق عمري وقف، شالع على حيله وضاع مقياشه، العمر من فارقت من باق والنسخة حلا تلبيه وتلاشى، العمر نص نوايه وكل طعم ما بيه وعالي يريد لحياشه، الوقت عزك علي ولا فرشت وياك وانا بقيت نص الماي، طينه يصير له فراشه، نشدني الدم نشد معدان، قال لي شبيك؟ قلت له صبري يتلاشى بي جروح كانه صافه تشادي السود علي مطبوقات، دجداش احلى دجداش احلى دجداش احلى دجداش. الله على هذا القصيده استاذ محسن. نريد ننتقل لقصيده نخوه عشائر، هاي اللي جامع بها كل عشائر السماوه. بلي هاي شويه طويله مطوله، حتى لو تاخذ لنا مطوله شويه هذا، حتى لو تاخذ لنا جزء منها استاذ محسن، يعني هل اللي حافظه منها؟ والله هذه طويله، ما احكي لك من ما ادري شلون نختصرها، ما ادري. نختصر قدر الامكان. هذه
انا ما كانت الدنيا اكتبها هي هاي القصيده مال قصة عشاير. يعني. اي بها قصة. اي هاي شنو هي؟ قلت لك انا كل قصيده لها فلسفه ولا افكر بها انا هاي نعم. القضيه ابدا يعني، ولا افكر بها ولا يم العشاير ولا بسمه. نعم. والله جت مره بالقهوه جاي احكي قصيده الواحد واحد من جماعتنا من السماوه شيله قصيده اكو فد واحد قباض الشيخ بالعشاير قاعد بالقهوه مستمع هيك قاعد الرجال على راسه ما اعرف انا. نعم. قال لي الحكي الاولي اقوى من هذا. اعتبرت انا هذا رايه ما اقدر اقول انا. هو يمثل نفسه برأيه. اذا رايه نعم. زين الحكي الاولي اقوى من هذا. زين طلعنا احنا علما يعني ماكو داعي لوجودنا. نعم. خو بنجيب الحكي الاولي نخليه وماكو داعي بعد واحد يطلع. نعم. يطلع شنو يعني يكثر العدد. لا، كل ما يكون عدد قليل احسن. نعم. غير من طلع عنده شيء يعني اخر. اي فقلت له انا متوعد وياك باكر ريت ارضيه. يعني شفته انه هو ما افتهم قصدي بالقصيده اللي حكيتها. انا حكيت قصيده بالثمانينات لهذا كان قاعد يمي. نعم. فما افتهمها. يريد قصيدة من واقعه هو. اي يريد من واقعه ويريدها حسكه ويريدها بهالمسائل اللي يفهمها هو. نعم. يعني ان تكون القصيده قريبه اليه. نعم. يعني من المحيط ماله. نعم. مو شويه بعيد عنه. فمن رحت عنه قلت هذا فش اكتب له هسه باكر؟ شنو اكتب له اياه؟ شنو اكتب له اياه؟ قلت ماكو الا خل اجيب له العشاير. ماكو غير هاي اللي يفهمها هو ومن واقعه. من محيطه. إيه قلت ويجوز هذا شافني لابس قميص وبنطلون وبالقهوه قال لك هذا ما يعرف يجوز. حضري. اي قال لك ما يعرف. انا اعرف العشائر كلها والشغلات نعم. والطيور والبساتين والمدري شنو والبلام وكلها اعرفها. نعم. لان شنو ادواتي بالقصيده احتاجها اللي اعرفها. نعم. يعني لو ما احتاجها كنت ما اعرف المن اعرفها، لكن احتاج هذا. اي نسمع بظاهر. اي اجيت محضر هي هاي القصيده مالت اي مالت العشاير. فايش كتبتها على شكل مربع مدور على مود شني لا يضيع من عندها بيت. نعم. لان هاي القصيده المطوله في حذفون من عندها. يعني من ينحذف من عندها بيت او بيتين تروح تضيع. شلون ما ينحذف من عندها بيت؟ خلت الكلمه الاخيره ابدي بيها. نعم. فاللي يريد يرفع بيت ما راح يبدي بذيك الكلمه بعد. نعم. ما يقدر. مدوره. نعم. مدوره يعني مزروره زر. فاللي يريد يعني يحذف من عندها السامع من يسمعها يبين يقول له واش هاي مو هيك. نعم. مو نعم. بيت مرتبط ببيت. بيت مرتبط ببيت فمزروره كلها. فتبدي هي القصيده روحت واخذت يد ما تحن لها ثقبت والربيع ولا يلحج لها. الشي لحج لها وفلك باجيها صم رماد. ثالث دخل بيها وصار بيها عناد. حشمت العطاوه وعبس والي زياد والبركات والصفار رحت لها ورحت مثل مضيع نوق. عدكم يا الغانم يشتكي المديوق. عدكم من عقب ما اروح لا لصفوق يا لصفوق. عدكم انا اوشلها وماطل بالكع التغريب. اوجع على الخزاعل انشد على الطيب. شو تسوي الغزاله تو تبي تجيب والتشيله اجتها بحد مفاصلها الصواب وظالم النوج. تعكز للظوالم يا خبر ودرج. تراني بالليل وبهيمه رمل وبعج واللمها ولاني وذيب حط لها الولاني وخلى بي الصوج. تغزلني المصايب والقصيده تحوج. يا روح الحنينه بيعطش خلوج. محلت والسواج انقطع منهلها انقطع والعمر ظل معطوش. مريت بجماعه وعرف لا الحنوش. قلت لهم اصير برايكم يرفوش. بس كوني اللي حقني الا يندلها ويشخص ظلمها بيا حال
يعرف يا عشق والذبع عشق اشكال، يعطيني الغميج الدافر الخيال، وينك يا بطل بالقاع بدلها بشريعة الموت بيها يحل، غطت والفرس تتمحلج وتصهل، مخنوقة ولسانها جداج جلد الصل، الكدها على كيفي وخايف اقتلها واخليها بسريشها تموت، خايف خاف يشتمني عليها يفوت، رايح لابو الحا معتني وبسكوت، بل كان عارفه العتم يحجملها ونزعها السرج يا حيف، مخصوصه وحذاها من حديد السيف، شاشيني شجاعة برهية بالصيف، لا اقدر اروح ولا ارد لها وداع، ويا عساها تعيش الف شماغي الاحمر ومربال حويش، انقز مثل نقزه حرمل الدرويش، وتفاجع لروحي بحزن كملها بحزن، وتلهوجت بوجاغ اصعد للجوابر ورد للصياغ، اردندن نذر مرياع بيه دراغ، اللي يطل مراد بأبدتي يفلها وشوف شلون مكتو وياه، عثره وبلمتيه واللي دورتاه يا نخضر بجيري اسماعيلة ويلاه، وين ابن الحلال وياي يعدلها وهي درج على فرة ماي، وصعبة على النشيط السهلة من بلواي، حطني يا مضيف اولاد على الجبراي، اردن على 11 لو احملها وهي حرة ودربها بعيد، وحتى الفرج ينفت وش يسوي الحيد، قل لي اللي اقدر عاشور ود العيد، دنياي انتهت ما تنهلها هلها انتهت وانبخت مل وبات، وارم كثر منه وكثر الاخر مات، يا الطارش توصى اولادي بشفات، تغبش للسماوه وخط طب لها وتحط ناس على الراق، عشت والصبح وقبال عجد الطاق، يجيبوا لي هذاك الذابن على فراق، يوقف على الجنازه وخي ينقتلها وبعد يتوانى بالنقاط، انا الويا ملك الموت عد زماط، انا البس سوالف ما تبح منشاط، كذاب الجنازه وخلي يعطلها لما خيط الظلام يهودر ويختط، ولما عزرائيل مني ايس ويفحط، اقوم من بالجفن واشبك عليه واشحط واقول له الموت كنت ادري، جت بهالطريقه هاي في سبيل يعني اقنعه. استاذ محسن هنا ننتقل الى سؤال عرض عليك الكثير من ازلام النظام السابق ومسؤولي السلطه ان تمدح الحاكم، ولم تقم قط بهذا العمل، يعني ما دخلت ببالك هاي الفكره وما كتبت؟ اي انا ذني هاي القضايا اول شيء ما ادورها، يعني ما ادور انا على فد واحد امدحه وينطيني، ما ادور هاي انا، رغم انه انا ظروفي الصعبه جدا ما ادور هاي، ما اقبلها يعني والله. ليش؟ لان اكو اشياء فمهمه كلش، يعني انا هسه لو فرضنا هو نفرض يعني منطيني بذاك الوقت هو فلوس، تدري ايش اسوي؟ ايش اقول له؟ اقول له ذني اتبرع بيهن، جيب بيهن ماي، اسقي الاشجار اللي بالشارع، ذني احسن من عندي. اسقي الاشجار العايفه بدون ماي يموت الخطيه، لا تعطيني انا هيك من شنو انا؟ الشجره اللي بالشارع احسن من عندي. هاي خلي يصرف عليها فلوس يسقيها ماي ولا يعطيني انا. ايه جميل. هالشكل يعني اريد انا، مو اريد انا اريد الي، لا اكو غيري، اكو يعني مثلا حيوانات خلي يطعمها، اكو اشجار واكو ناس خلي يعطيهم هالشكل، مو يعني ما بعدين انا ما اقر هاي مال انه يعني امدحها على مود مبلغ او على مود بيت او على مود لا. مع العلم استاذ محسن اكو العديد اللي هم امكانياتهم جيده طبعا، اكو اقل من امكانيتك الشعريه ويعني ومدحوا النظام وصاروا اشكال الناس اشكال. نعم. اشكال اكو بيهم يقبل يعني. نعم. يعني يقبل هو يعني ينطوه، واكو واحد لا ما يقبل ينطوه. نعم. اعتقد يعني استاذ محسن كان بينك وبين الثراء والمال ورقه، كان ورقه بيني وبينه. ايه لا ورقه كانت بيني وبينه. تحيه خاصه لمبادئك اشكرك رحمه الله والديك. اشكرك عيني. نسمع قصيده. اي اسمع قصيده.
اسمها قصيدة مال فيل البرتقال، شلون نتفنس بها ما طول عندنا شوية بعد مجال. يمن بوصفك اتعشق تحن يمتش وقت وجه الثلج يعرق، تلمست الجرح بالليل واليم الضوى دنيت، لتعرف نتل لو شق، سمعت الروح ونت بيه كاغد منته ملزق، وياهو يصرف الملزق، تقاطيع وصبر ما بي قبل ما جيسه يتشقق، انا قلبي شكر بالليل لاح الماي، واعرف من نريد انطيه لو ينطحن لو يندق، واذا تلحق واذا دنياك مثل ام الغزال بالليل ما تدري وبنها توهمت تسحق، فلا هالضر يلا ان ابن الغزاله يطيب يحمل سحقه امه ولا بعد يسحق. المطر شم الورد من دنق على القاع، وراح يبوسه من دنق، صبح كلك صبح ورموشك مرايات، ونقوط وربيع بطولك نعلق، لنمك والتمانة وياك والتثبيت والطبق، واشوفك شوفة القداح لما من يريد يطيح والتف ثلج قارعيك، والشبك توصفك والتروح الماي، وانا شلون كي البرتقال صغير وين على النهر يلحق، يلن طبعك ثلج ويلوذ به الصيف، ولو هب البرد بهواك نتمشرق، احبك رتك بكل لون، اذا ابيض اذا اشقر اذا اغمق الى لونك مثل لون الشمع العطشان، من شفقات قاع يصير لون احرق، ويلتشني البرد واشتاق لك واحتام، تطلع بالجناح شبك يا اول نبع، مبخوره بالحلوات ملهوفه امهات عليه، غنت بالعشق مطبق، وحده تشيل لك شكيت، وحده تصير في عليه، وحده تذوف حنه وحده بي تطلق، يا قنطار النخل ومنين جبت اللوز مو بعد النخل والتمر بعد ازرق، مو بعد النخل والتمر بعد ازرق. الله عليك استاذ محسن على القصائد الجميله اللي مصلبن عليها، حتى كادرنا خلف الكواليس جاي يسمع قصائدك ومسلطن على هذا القصائد الرائعه. اشكرك رحمه الله والديك. استاذ محسن، هنا ننتقل الى سؤال، نراك بعيدا عن مرأى الاعلام ولا تلبي اغلب الدعوات التي تقدم لك من قبل المهرجانات القطريه والمحليه والامسيات وكل المنظمات الحكوميه وغير الحكوميه اللي تدعيك. والله انا ظروفي شويه يعني في ظروفي وبعيد عن هاي القضايا. بعدين انا ما احب يعني اكو شغله عندي يعني في حياتي انه انا ما احب يعني انه يعني اجي اجامل على مود ادخل في قصيده او اتودد او اطلب او هاي ما ادورها انا. نعم. اي فبعيد اول شيء من ظروفي الخاصه انا. نعم. يعني بعيد عملي برا، فما اتواجد مثلا في جمعيه او شوارع. يمكن هسه جيت انا هسه بهاي الفتره شافوني، يمكن من زمان ما شايفيني. نعم. اي اكو واحد ما شايفيني يعني من 5 سنوات ما شايفني، ما شايفني. ف ما ادورها يعني. نعم. وحتى هناك انا يعني من خلال يعني في حياتي اذا ما عندي شيء ما اطلب. يعني انا بين اطلب بين اتحمل القضيه اتحملها احسن ما اطلبها. مو تمام؟ اي فماكو داعي اجل هذا واتوسل له واقول له كذا واقول له هاي اتحملها، يعني ذيك ما عندي الغيها. اي فهي الشكل من هالنوع. اي هاي الشكل اللي انا. استاذ محسن، الاسئله كثيره، ننتقل الى قصيده ونستثمر وجودك بالبرنامج. اهلا وسهلا بك، يا اهلا مرحبا. اهلا وسهلا بك. روزنامه احكي لك روزنامه مو مشكله. اي قصيده تريد تحكي لك، لانه انا كل قصايدي محفوظه عندي، يعني انا احفظها، يعني انا ورقه موجوده. اي انا كدفتر ورقه كتاب انا، فاحكي لك بس تقلب الذاكره ترجع. اي نعم. روزنامه شلون اقلها وشرد اقلها، واللي يحبها ملوله حروحها بكلام، وهي شامه وعدها شامه، والربيع يجيبه قوه، الجعده من هودج منامه، وتجني من الورد الاحمر تاخذ الصوغه ابتسامه،
اللي لورا تودعه وتحت شمعتها بظلامه يتعب المرايه يمشطها ويقضي صبره ويصعد الفل الشعر حق السلامه. وهي لو بالعيد طلعت يضحك العيد على روحه وبالشتا يصير الدخول وينشق الطلع هامه. وهي حلوه وكنا مهره وعابره الشط وبشهامه كانها مهره ركابها يغني رسنها ولد سرشها بهو حزامه. وهي واحه كلها ماي وكلها راحه وقمره ويا الصبح عدها وما نفرزن ضيق مرها من صباح. وهي واحه وفينا خلها وين ما يحلاله يفرش يعن بيه وبيه يطرش. وبالقلب بان على جرحه وعلى الصبي عاشن ايامه وعلى الحواجب دير تهله وعلى الرمش ديرة عمامه. وهي خطار الهوى وهي المعزبه وياما وهو مشمرها صدرها والشفافي كان غزاله تسنديها وترضع بقلب غرامه. وقفت بريش القطايه وفرشت بريش النعامه ومايها ماي السماوه وطينها طين النشامه وبخت عذاك اللي وجهي مايها ويربط بلامه. وهي حلوه ومحمله وطويله وتامه وفوق التمامه شايله البستان كله وغاطه بالجور قامه. الريح لو يشبك عليها تشوف روحها وتنمرد من يوم القيامه. الريح لو يشبك عليها تشوف روحها وتنمرد من يوم القيامه. ولو جرح بالليل يدي وتعصر شفول الندامه ما نترزن هذا جرحي لو جرحها وهن توم وما نعرفه هذا ياهم من التوام. شلون اغطيش روحي بيها وجرح الصوره وهي جاله. شلون اخلص قلبي منها وقلبي خيط وهي خامه. شلون اظل ما ادور بيها وانا ليله وهي دفتر روزنامه. الله استاذ محسن طبعا امتعتنا بهذه الحلقه. شكرا. وكنت منور وكلك الاق بقصايدك الجميله الرصينه. نعم استاذ محسن، الى اي جيل ينتمي الشاعر محسن الخياط وعلى اي مدرسه يحسب؟ والله المدرسه اللي احبها انا اللي هي تقريبا هي ماكو اكثر من عدها النوابيه. والجيل في الظهرت علي انا يعني هسه انا اكثر الشعراء هسه الموجودين هسه يعني حاليا ما يعرفوني. انا لحق على يعني في الشعراء الاوليين. يعني مثلا شاكر السماوي، يعني شاكر، ناظم، عريان، كاظم اسماعيل قاطع، كاظم الركابي، ابو سرحان. ذولا هاي الاسماء الاوليه قسم منهم عدلين هسه وقسم منهم الى الله رحمه الله. يعني اما هسه والله قسم بهم ما اعرفهم بعدين صاروا هوايه. يعني هسه انا في اعتقادي اللي يكتبون بالالاف. نعم. يكتبون هوايه بالالاف. اعداد قليله نخبه من الكتاب من كتاب القصيده هسه يعني بعد مرحله التغيير وهذا الجيل الشاب الواعد اللي طلع عم يكتبون قصائد. انا بذاك الوقت بالمناسبه اقول لك من ظهر عريان كنت اسمع على عريان. تذكرت في السالفه عندنا هي يعني تخص مشابهه الموضوع عريان. نعم. السيد خرافشيني النخل هذا النخل العراقي النخل التمر اللي اشكال. نعم. تدري يعني الزهدي والبربن والولوه والشويثي وراس العبد والاستعمران والشكر يعني لو عدد الكيان اكثر من 100 نوع مو؟ نعم. زين هذول اهل البساتين من تسالهم على هاي الانواع كل 100 سنه او 80 سنه يطلع نوع جديد غير ذني. يعني لا هو شويثي لا دقل لا بربن. هذا جديد يطلقون عليه اسم. اول ما ظهر عريان نوع جديد. يعني لا هو من هيك لا هو كتب على شوف لونه الخاص يعني. لونه الخاص. نعم. جديد يعني هذا استحداث. نعم. هالشكل. نعم. اي استاذ محسن ما بقى لنا الا القليل نريد نسمع اخر قصيده حتى نختم البرنامج. اي بسيطه. نعم. اخر قصيده جرحين جاب الوقت رهمهن علي. جرحين جاب الوقت رهمهن علي. واحد يضيع حلي وواحد يفر بيه. واللي يفر بيه تعب واحتار تاليه. مقلوب فرن ومشى ما ادري ايش الى نيه.
والله تجر بالعمر ويجرني باجيه، وتانية جيت الصبح لين جيت مولاي، تانية جيت الصبح لين جيت مولاي، وجيت انشد اهل الوفا والبيئه حنيه، وشلون زهد الاسد والنخله برحيه. المستمعين نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة في هذه الحلقة الاستثنائية مع المدرسة السماوية الشعرية الشاعر الكبير الأستاذ محسن الخياط. قبل ما نختم البرنامج نتقدم بالشكر الجزيل إلى جمعية الشعراء الشعبيين وعلى رأسها رئيس الجمعية الأستاذ كريم الحداد، ونتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى الأخ باسم آل نايف أبو جاسم للمساهمة في حصول هذا اللقاء النادر وجلب الأستاذ محسن الخياط إلى الاستوديو. تحياتنا لهم ونتقدم لهم بالشكر الجزيل. أحبتي المشاهدين، وقت البرنامج شرف على الانتهاء. باسمي واسمكم أشكر الأستاذ محسن الخياط على الحضور في هذه الحلقة الاستثنائية الخاصة. شكرا لك شكرا عيني، شكرا رحمة الله والدك. أحبتي المشاهدين، انتظروني في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج فيض المشاعر. نتمنى أن نكون قد أمتعناكم في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء في أمان الله. شكرا أستاذ.